السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده حبايبي هنعمل مع بعضينا الفراخ البانيه، هنعمله بطريقه حلوه قوي ان شاء الله وهتعجبك قوي قوي. انا معايا هنا كيلو من البانيه، شطفته كده كويس قوي بالملح والخل. ومعايا بقى الكفر اللي هنعمله للبانيه. ايه هو؟ معايا من كل حاجه نص كوبايه، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، نص كوبايه بقسماط. والتوابل اللي معانا ايه هي؟ معايا من كل حاجه معلقه صغيره بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل، زعتر، ذره كده من الحبهان، ومعلقه كمان صغيره من البهارات الفراخ بس انا نسيت احطها، بس انا حطيتها. ومعايا كيسين من الفيجيتار، واحد حار وواحد بارد، ومعايا بصلايه وسط وبيضتين. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا دلوقتي هقطع البصله كده مكعبات. ليه بقى؟ لان انا عاوزه الطعم بس بتاع البصلايه، مش هاخد منها الايه، البصله ذات نفسها، لا احنا هناخد بس الطعم اللي هي ميه البصل. بس انا مش هعصرها ولا حاجه، انا هخليها زي ما هي كده، بس هحط التوابل عليها وهفركها كويس قوي عشان انزل كل الميه اللي ايه جوه البصلايه، وفي نفس الوقت انا بستفاد من الايه، من البصلايه ذات نفسها. دلوقتي بقى هنزل بالتوابل اللي معايا، اللي هو الزعتر والملح والفلفل والبصل البودر والثوم البودر. بس انا نسيت احط اللي هو معلقه البهارات الفراخ، لا حطوا معلقه بهارات فراخ كمان بتخليها طعمها تحفه وحلوه قوي، بس انا نسيت احطها الصراحه في التتبيله. وحطي ذره من الحبهان بيخليها برضك طعمها حلو قوي. دلوقتي انا مش هنزل بالبصل البودر والثوم البودر كله، ودلوقتي انا هقول لك ليه انا مش هنزل بالبصل البودر والثوم البودر. دلوقتي بقى انا هفرك التوابل دي كلها مع البصله كويس قوي. انا عاوزه انزل ميه الايه، ميه البصله، عشان اخد الطعم بتاعها والتتبيله الحلوه دي كلها تبقى شاربه من بعضها. احنا نعملها بقى بطعم بتاعه امهاتنا زمان. انا كنت هعملها لكم بالزبادي بس الصراحه ما حبيتهاش بالزبادي قوي، انا حبيتها بالبيض والبقسماط كده زي ما احنا بنعملها في الطبيعي. دلوقتي هنزل بقى بالبتين اللي معايا واضربهم كده كويس قوي بالتوابل والايه والبصله اللي معايا. التتبيله دي تحفه قوي بالبيض. مش هنخلي البيض لوحده والبقسماط لوحده والدقيق لوحده، لا. انا دلوقتي هقول لكم طريقه سهله قوي ومنها كمان ما تطلعش معاكم مواعين كتيره، وتاخدي نفس النتيجه اللي انت هتحطي البصل في البتاع ده، البيض مع البقسماط مع الدقيق، مش كل حاجه لوحدها. انا دلوقتي هوريكي هنعمل ايه. دلوقتي هنزل بالفراخ بتاعتي حبه حبه كده عشان تشرب معايا التتبيله دي. عايزه اقول لكم البصلايه ما بتخليش فيه اي ريحه زفره في البيض. طبعا احنا بنحط فلفل اسود، بس البصلايه كمان بتخلي ريحه الفراخ حلوه قوي، بتديها طعم حلو جدا في الفراخ. اهو انا كده هدبله كويس قوي كده، هدخله ببعضهم. وخلي بقى التتبيله في الفراخ دي ساعه ساعتين، ليله بحالها، تعمليها قبلها بيومين عادي. كل ما تسيبها في التتبيله كل ما تشرب من التتبيله وتديكي طعم حلو. انا بقى هخليها لك ان شاء الله النهارده. لو انت بتشتكي لو هي بتشرب زيت او بالكفر بيبقى في حته والفراخ في حته، لا ان شاء الله النهارده هخليها لك ايه، كلها قطعه واحده. انا كده حطيتها في التلاجة. وتعالوا بقى نعمل مع بعضينا المكرونه الاسباجيتي بالطماطم. انا هنا معايا كيلو كده من الطماطم او كيلو وربع من الطماطم، عصرتها كده في الخلاط وهصفيها بقى كويس قوي. مش عاوزه فيها اي تفل عشان التفل ده بيوجع المعده وبيبقاش شكله كمان حلو في قلب الايه، في قلب الاكل. خلاص كده هنصفيه كويس قوي. دي طريقتي الصراحه في المكرونه، ما بحبش احط لها ولا بصل ولا ثوم. لو انت بتحبي تشوحي بصلايه قبل ما تحطي الطماطم زي ما انت حابه. انا كنت بحط في الطماطم دي توم ني، بس الصراحه بتبقى كده اخف. دلوقتي انا كنت غاليه كده ميه، واغلي الميه كويس قوي بتاعه المكرونه عشان تنزل، اول ما تنزل تستوي على طول. ومعايا معلقه كبيره من الملح ومعلقتين 3 كده من الزيت. واي بقى نوع مكرونه عندك نزليها. انا هنا كنت عامله مكرونه سباكيتي. عاوزه تنزلي المكرونه بالطول زي ما هي تمام، عاوزه تكسريها زي ما انا بكسرها كده نصين زي ما انت حابه. انا هنزل بقى بالكميه بتاعتي كلها كده في المكرونه انصاص.
وطبعا مش هنسلق المكرونه جامد جدا او هنخليها مهريه، عشان احنا عاوزين يبقى فيها قطمه، عشان لما تيجي تنزليها في الطماطم يا دوبك تاخد ايه غلوه ولا حاجه مع الطماطم. يبقى المكرونه تبقى فيها غلوه كده مع الطماطم عشان ما تتريش معاكي. انا دلوقتي كده هقلب المكرونه بتاعتي كويس قوي عشان ما تلزقش في بعضها. من فتره للتانيه كده تروحي ايه مقلبيها عشان ما تبقاش ماسكه ومتكتله كده مع بعضها. كده المكرونه بتاعتنا كده دخلت في السوا. شفتي كتر ما بتقلبي فيها من فتره للتانيه ما بتلزقش في بعضها، تبقى مفرفره معاكي كده وحلو. وزي ما قلتلك تخلي فيها تكه كده في الايه قطمه. كده خلاص المكرونه بتاعتنا استوت. اصفيها بقى كده وايه واشطفها كويس قوي من النشا اللي هو في قلبي. خلاص كده انا بشطف بقى المكرونه بتاعتي واسيبها تتصفى عقبال ما اعمل الايه الصلصه بتاعتها. واهم حاجه تشطفي المكرونه كويس عشان النشويات دي بتخليها تلزق في بعضها بعد كده لما بتنزليها في الطماطم، وبتخليها مش حلوه. يعني لازم تتصفى وتشطف كويس. دلوقتي بقى هسيب المكرونه تتصفى ونروح نعمل الصلصه بتاعتنا. انا معايا الحله كده واحطها على النار. هنزل بقى بشويه زيت حلوين كده، وانزل بقى بالطماطم اللي معايا. سيبها تتسبك خالص عقبال ما انا هخلص البانيه اللي معايا. دلوقتي بقى احط معلقه ملح كبيره ونص معلقه سكر عشان السكر يتعادل مع طعم الايه مع طعم الطماطم. انا ما بحطش اي حاجه تاني مع الطماطم. حابه تحطي بقى توم في المرحله دي. انا بحب انا كنت الاول بحط لها نص معلقه صغيره كده من التوم. الصراحه كانت بتخلي طعمها حلو قوي، بس يعني دلوقتي الجو حر مش محتاج ايه توم وبصل والكلام ده. دلوقتي بقى هعمل الكفر بتاع الايه بتاع البانيه اللي معايا. من كل حاجه نص كوبايه صغيره، نص كوبايه نشا ونص كوبايه دقيق نص كوبايه بقسماط. هقلب الحاجات دي كلها مع بعضها واروح نازله بالفيجيتار اللي معايا حار وبارد. الصراحه الفيجيتار بيخلي طعم البانيه تحفه وجميل جدا. هقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه بردك. انا كده خلاص قلبت كده التتبيله دي مع بعضيها. دلوقتي هنزل بقى بالبصل البودر اللي معايا والثوم البودر وهقلبه كده تقليبه حلوه. دلوقتي كده انا نزلت بالثوم البودر والبصل البودر هقلبه كده كويس قوي مع التتبيله دي. ودلوقتي بقى بعد ما كنا سايبين البانيه ساعتين 3 4 ليله بحالها، كل ما بتسيبيه في التتبيله دي الصراحه بتديكي طعم حلو قوي. واهم حاجه بقى تنزلي البصل اللي هو متقطع حتت صغيره دي عشان اول ما تنزليه في قلب البانيه في قلب البقسماط يمسك على طول. انا ليه بقى بنزل كميه وبعد كده ارجع تاني اخد كميه؟ عشان انا ايديا دلوقتي فيها بيض، اول ما هتنزليها في البقسماط هتلاقيها عجينه. لا كده انا بنزل بقى الكميه اللي انا عاوزاها وبعد كده اروح اغسل ايديا وانشفها كويس قوي وبعد كده ادبل ايه البانيه بتاعي. عمر ما هيبقى بقى ايدك معجنه وتعرفي تدبلي البانيه معاكي كويس قوي. انت بقى ممكن تعملي كميه حلوه كده وتحطيها في الفريزر يا دوبك بس على القليه. خلاص بعد ما غسلت ايديا كده ونشفتها كويس قوي تيجي بقى ايه تبدريها كده وتتكي عليها كويس قوي عشان التتبيله دي تمسك في قلب الايه في قلب البانيه، وكلها تبقى قطعه كده واحده وعمرها ما تفصل معاكي. انت بقى ايام المدارس ممكن تعملي كميه حلوه وتحطيها في الفريزر يا دوبك على الصبح بس تقليها على طول. واهم حاجه وانت بتتبليها تتكي عليها كويس قوي عشان تمسك البيض يمسك في التتبيله كويس.
عايزه اقول لكم طعمها بتبقى جميل جدا، احسن كمان من انت تكوني لسه عاملاها وتقليها. كل ما بتسيبيها في التتبيله كل الصراحه ما تديكي طعم حلو قوي. انا بحس لما بعملها بالزبادي برضك بتفصل معايا، اما البيض بيمسك في اي حاجه. والطريقه دي كمان بتاعت امهاتنا زمان كانت بتعمل لنا على طول بالبيض والبقسماط. بالزبادي برضك بيبقى حلو، اللي ما بيحبش بقى الزفاره بالزبادي بيبقى حلو. بس ساعات الصراحه بيفصل، يعني بحس اللي هو الكفر بيبقى في حته والبانيه بيبقى في حته. اما كده عمر البيض ما هيفصل من البقسماط. وهتديكي كمان طعم حلو قوي ولون حلو، يعني هتديكي طعم حلو ولون حلو وقرمشه كمان. في الاخر كمان هتشوفي شكلها عامل ازاي. واهم حاجه حركه انك انت تنضفي كويس قوي البانيه من البصل. لو انت مش عاوزه تقطعي البصلايه وتبقى فيها محتته كده، لا انت ممكن تاخدي ميه البصل عادي خالص. يعني تعصري البصلايه تاخدي الميه بتاعتها وتتبليها عادي خالص بالبيض والتوابل بتاعتها. بس انا بحس ان البصلايه ذات نفسها بتدي للبانيه طعم حلو. دلوقتي انا خلصت الكميه الاولانيه ودي الكميه التانية اللي انا نزلتها، وكمان شلت في التلاجة لتاني يوم. زي ما انا قلت لك كده، كل ما بتقعديها في التتبيله كل ما بتديكي طعم حلو. واهم حاجه وانت بتتبليها كده تتكي عليها كويس قوي، عشان ايه؟ التتبيله تبقى ماسكه فيها. انا عملت الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. انا لما بعمل البانيه بحب اعمل كميه زياده، عشان الصراحه بحبها في التتبيله تبقى قاعده فتره طويله. في اي وقت بقى اولادي جاعوا عاوزين يتعشوا حاجه سريعه، عاوزين يفطروا، عاوزين اي حاجه، جعانين في اي وقت يلاقوا حاجه ايه ياكلوها، وفي نفس الوقت تبقى سريعه معانا. خلاص كده بعد ما تبلت الكميه اللي معايا هروح بقى اقليها. انا بقى كنت معلقه على الزيت وموطيه عليه، والزيت ما يبقاش سخن قوي، عشان اول ما تحطيها ما تديكيش على طول لون وتبقى نيه من جوه. لا انت خلي الزيت معاكي سخن يا دوبك بس يسخن، وبعد كده بتروحي ايه منزله بقطعه البانيه في قلب الزيت. ادي انا بتاكد دلوقتي ان البانيه مسك في البقسماط كويس قوي. دلوقتي الزيت كده سخن معانا، هنزل بقى بقطعه البانيه اللي معايا. هنزل بقى بقطعتين قطعتين كده. وما تقلبيش البانيه لحد ما من تحت يستوي، وبعد كده بتقلبيه اهو. اول ما يعمل كده اهو تلاقيه نشف معاكي ومسك نفسه، تروحي مقلبه بقى فيه براحتك. بصي بقى ماسكه فيه ازاي. عايزه اقول لكم كان طعمه وريحته تحفه. بصي شكله عامل ازاي، ولا حاجه بقى مفكوكه والكفر ماسك فيه ومقرمش وحاجه كده الله اكبر تحفه. والطعم بتاعه والله كان جميل قوي. بصي ماسكه ازاي. انا عاوزه اقول لكم ريحتها وطعمه كان حلو قوي اهو، واللون بتاعه ذهبي من اول واحده لاخر واحده، مش فاصل من بعضه ولا اي حاجه. لو وصلت معايا بقى لحد كده في الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك واللايك والكومنت الحلو كده زيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.